العهد الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. العهد الثاني: أتعهد باستخدام قواي بالخير فقط. العهد الثالث: أن أكون صبورة وأساعد الآخرين، ولكن دون أن أكشف عن قوتي أو أعرض تراثنا للخطر. العهد الرابع: لا أستغل قوتي بمكاسب ومصالح شخصية. العهد الخامس: أكرس نفسي لمساعدة كل أنثى من مثلنا. العهد السادس: يسمح باستخدام القوة 3 مرات فقط لأهداف شخصية بالخير فقط، وإن احترت بأمر أغمض عيني وأطلب المساعدة من الجدة ملك. العهد السابع: أن أكون جديرة بحمل تراث الملكات لمن بعدي عن طريق الالتزام بالعهود، ويحب ألا أحيد عن طريق الله ولا يصيبني الغرور، وأن أضيف بند بعد بلوغ سن 40. تمت العهود ويجب الإمضاء بنقطة من دم. جرحت نفسي وكترت نقطة دم مكان التوقيع بالتعهد. وقتها حدث أغرب شيء. وقتها ورق العهود بعد ما كان قديم وبالي أصبح حديث. خلصت وشلت الصندوق في درج وقفلت عليه بالمفتاح، وفضلت أفكر يا ترى حياتي هتمشي إزاي بعد التغيرات دي. استسلمت للنوم، والصبح جالي تليفون من أمنية بتقول إن كريم ومها صالحوا، وإن قرايبها فارس صاحب القرية جاي بعد ساعتين عشان التعاقد اللي بينا يتم. الغريب إن فرحت لرجوعهم، وقررت أنسى الأمر وأنفذ العهد اللي أنا تعهدت بيه. جهزت وفطرت مع أمي وتوجهت لشركتي. سرحت بالشغل مع حسن محاسب الشركة وأمير مدير الشؤون القانونية اللي راجع بنود العقد وكله تمام، لحد ما أمنية قالت لي إنه فارس موجود. طلبت منها تضيفه لحد ما أخلص، بس قالت لي لا يا سحر، دي مواعيدي مظبوطة جدا، وتربية إنجليزي الوقت عندهم مهم. روح انت يا حسن، احنا كده خلصنا. دخلي البيه بتاعك يا ستي. دقيقة ولقيت قدامي فارس، اللي هو فعلا فارس. اهلا بيك، نورتنا يا باشمهندس. ميرسي يا سحر هانم، اتشرفت بيكي. صوته قوي وهادي بنفس الوقت. حد يلحقني، توترت وكنت بجاهد ابان طبيعية. الشرف ليا، تشرب ايه؟ قهوة مظبوط بنه محوق لو سمحتي. طلبت له القهوة وقلت له أمنية بلغتني بموافقتك على التعاقد معانا، وأنا راجعت العقد مع الشؤون القانونية وموافقة على كل البنود. تمام، أنا مبسوط جدا بالتعامل مع شركتكم، وعجبني إنك بتشتغلي بهدوء وبخطوات متأنية، وسمعة شركتك ممتازة. دي شهادة أعتز بيها. والله أنا اللي سعيدة إنك قررت تتعاون معانا. طيب إحنا مش هنمضي العقود ولا إيه؟ آه طبعا، بس اشرب قهوتك على الأقل. دخلت أمنية بالقهوة، وبعد ما شربها تم التعاقد. كانت صفقة مربحة جدا ليا. بعد ما تم التعاقد قال لي أنا عازمك أنت وأمنية تيجوا القرية وتستجموا، على الأقل تشوفوها على الطبيعة. أمنية بفرح: يا ريت بإذن الله هفكر وأشوف. لا أرجوكي قبل ما أسافر إنجلترا لوالدتي عشان أكون باستقبالكم. خلاص بإذن الله هظبط شغلي وعلى الأسبوع الجاي مناسب. اتفقنا. بس بما إني آخر ليلة ليا بالقاهرة، تسمحي نتعشى سوا، اعتبريها عشاء عمل وبداية صداقة ما بيننا. مفيش مانع. الساعة 7 كويس؟ أوكي، مع السلامة واتشرفت بمعرفتك. الله يسلمك، الشرف ليا. ومشي. يا لهوي إيه ده يا ناس. أمنية وصلته ورجعت، قطعت أفكاري، عاوزة مكافئتها. روح الحسابات خديها يا اللي تنشكي. إيه رأيك في فارس؟ من ناحية إيه؟ أنا ما شفتهوش كتير لأنه طول عمره عايش بره، بس هو مز قوي. يا بنت تلمي وروحي خدي الفلوس. ماشي يا ستي، ما تاخديني معاكم بالشنطة أتعشى معاكم. اتفضلي كده، ارغي لحد ما هلغي مكافئتك. جريت بسرعة، اتخلصت منها. قلت لأمي على كل اللي حصل، مش بخبي عنها حاجة. واشتريت لها هدية. لبست فستان أسود كان في غاية الجمال والأناقة. ماما لما شافتني فضلت تكبر، كانت عاوزة تبخرني. بعتلي على الواتساب عاوز يجي ياخدني، وبعتله شير للوكيشن بعنواني، وفي الميعاد كان هنا. قعدنا سوا في الفندق اللي مقيم فيه. شربنا عصير الأول وطلبنا العشاء. فضل يحكي لي عن نفسه إن أمه إنجليزية وأبوه اتجوزها عشان الجنسية، ولكن حبوا بعض، ووالده بدأ من الصفر وعمل ثروة كبيرة، وعنده شركة سياحة كبيرة، وهو وحيد والده. وهو اللي قرر يفتح قرية هنا في دهب لأنه ميال لأصوله المصرية. والده كان بيجيبه كل سنة يزور قرايبه، وعجبه جو الألف. معلش صدعتك، أنا آسف. بالعكس، مش هتكلميني عنك؟ إيه صدقني مفيش حاجة تتقال مهمة. إيه يهمني أعرفك، قصدي كشريكة معايا وصديقة طبعا. حكيت له عن نفسي وقلت له شفت بقى مفيش حاجة مهمة إزاي. المهم إنك شخصية مثيرة للاهتمام جدا، حتى ملامحك مختلفة، جمالك مميز. ودي حاجة وحشة ولا حلوة؟ لا، اختلاف حلو طبعا. أنا آسف لجرأتي.
ابتسمت ووصلنا لحد البيت وودعته وقال لي: اوعديني انك هتزور القرية. انا كلمتي واحدة: وانا هستناكي. سلام. سلام. طلعت كنت مبسوطة بس حاسة بشيء مريب ورا الشخص ده. عدى الأسبوع وأنا بحضر نفسي أنا وأمنية للسفر، لحد ما جه يوم السفر ودعت أمي وإخواتي وذهبت للعربية ومعايا أمنية، وإحنا في طريقنا للرحلة اللي هتكون رحلة غير عادية، وماشيين في طريقنا لحد دهب. وقبل ما نوصل وقفت عند كافيه ناخد ريست أنا وأمنية، وهي قامت تدخل التواليت، وأنا فجأة حسيت إن قلبي فيه إحساس مش طبيعي، إن في حاجة هتحصل. غمضت عينيا وركزت وحسيت إن في صورة بتتكون في دماغي، وفجأة الصورة ظهرت قدامي زي ما تكون شريط فيديو. شفت حادثة قبل ما أدخل القرية، عربيتين دخلوا في بعض، واحدة سايقة وبتتكلم في التليفون، وهي بتتكلم في التليفون حطت ايدها جوه شنطتها وسرحت. انحرفت عربيتها ودخلت في عربية نص نقل، وحالتها بقت صعبة قوي. ما قدرتش اكمل بعد كده ايه اللي حصل. فتحت عيني بسرعة ونفسي مش قادرة اخده، وقلبي بيدق بسرعة قوي، وكأني كنت هناك. لحد ما قعدت افكر شوية: طب يا رب انا هعمل ايه لأول مرة حاجة زي دي تحصل لي؟ طب الموضوع ده حصل فعلا ولا لسه هيحصل؟ استغفر الله العظيم. قعدت مش عارفة اعمل ايه، ده احساس اول مرة يحصل لي ومش عارفة اتصرف معاه ازاي وانا اعمل ايه. حاولت اخد نفسي، شربت مية. كانت امنية جات قالت لي: مالك يا بنتي، وشك اصفر ليه كده؟ قلت لها: لا ما فيش حاجة، هعمل تليفون وارجع لك. قمت مسكت التليفون وكلمت امي، هي الوحيدة اللي تقدر تطمني واحكي لها على اللي انا فيه. ماما حبيبتي طمنيني عليكي. قلت لها: كله تمام، انت عاملة ايه؟ قالت لي: الحمد لله، يا ريتك ركبت الاتوبيس عشان اطمن. قلت لها: لا انت عارفة ان انا طول عمري بحب السواقة والسفر. قالت لي: طب طمنيني انت كويسة وكله تمام؟ كله تمام وزي الفل، واحنا اهو في كافيه بناكل وبنشرب، مفيش اي حاجة. بس انا عايزة اخد رأيك في حاجة. ايه يا حبيبتي في ايه؟ دلوقتي انا شفت رؤية كده وانا واحدة هتعمل حادثة، فانا مش عارفة اتصرف ازاي. دي حاجة حصلت ولا هتحصل ولا اعمل ايه بالظبط؟ بصي يا حبيبتي، انا قلتلك ان طالما انت بقيتي على علم بالهبة اللي عندك وبطلت تستخدميها في الاذى، هتلاقي الشفافية اللي عندك بتزيد. اهم حاجة اقدار ربنا ما بنتدخلش ولا مخلوق يقدر طبعا، والغيب لا يعلمه الا الله. يمكن يكون ده جرس انذار ليكي انك تنبهي صاحبة الحادثة لو قابلتيها، يبقى تنبهيها. ما تتكلميش بالفون وتركز في طريقها، وكده دورك يبقى خلص، ويمكن تكون حادثة حصلت وخلاص. ده اللي انت هتكتشفيه. اهم حاجة ما تخافيش واستعيني بالله كده وركزي، وان شاء الله هتلاقي الحل. ربنا معاكي. قفلت مع ماما وانا حيرانة اكتر. خلصنا اكل ورفرشنا على نفسنا كده شوية، مشينا. وقبل القرية بشوية لقيت البنت اللي شفتها بنفس العربية واللبس وبتتكلم بالفون. كسرت عليها بالعربية، وقفت واتخضت هي وأمنية. نزلت وزعقت لها: انت بتتكلمي بالفون دول الطريق وسرحانة وممكن تعملي حادثة، سيبي الفون ده. البنت سرحت كده وقالت لي: انا كنت هعمل حادثة فعلا من شوية، بس اعمل ايه، زعلانة مع جوزي وعاوزة اتطلق وهرب ببنتي عشان يضغط عليا وبتحايل عليه اشوفها. فضلت اهديها وقلت لها: هاتي اسمه بس وصورته وانا هجيب لك قرار. وفجأة عدت العربية النص نقل من جنبنا بسلام. اللهم لك الحمد. اتبادلنا الارقام وبعتت لي بياناته على الواتس، وطلعت رايحة نفس القرية لان عندها شغل دعاية وكده هناك. قالت لي: انا معرفش ارتحت ليك ازاي كده، وقلت لك اسراري وانا معرفكيش. يمكن ربنا بعتني ليكي. سبتها ورجعت الأمنية اللي كانت الفضول هيموتها شوية، ووصلنا القرية. كان الليل حل، فارس كان في استقبالنا وكان مجهز لنا شاليه على البحر مباشرة، وطلب لنا أكل وقال لنا الأكل هيوصل حالا، وارتاحوا من الطريق وبكرة أخدكم جولة، وأي شيء تحتاجوه مفيش إحراج. انتوا ضيوفي اطلبوه من الريسبشن فورا، أنا هستأذنكم. سابنا ومشي. كان الأكل وصل، كنا جعانين فعلا. أكلنا وقفت أتأمل البحر وجماله. بقول لأمنية: شكلها قرية جميلة قوي ومريحة جدا. لقيتها في سابع نومة.